السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. يوم جديد وفيديو جديد. هنحضر مع بعض احلى صينيه بسبوسه في منتهى الجمال. لو البسبوسه بتبوظ منك او بتفشل معاك او عمرك ما عملتيها قبل كده، يبقى لازم تسمعي الفيديو ده للنهايه. هقولك ايه اللي بيخليها تنشف منك، وامتى بتشربش الشربات، واللي كمان بيخليها مفروله ومش متماسكه. بعد الفيديو ده هتطلعي استاذه في عمايل البسبوسه باذن الله. طريقتها سهله جدا جدا، والحلو فيها انك تقدري تعملي اي حاجه حلوه وفي اي وقت، ومش محتاج وقفه كتير في المطبخ. بجد البسبوسه النهارده طريقتها حلوه، هتطلع معاكي طريه ومرمله ودايبه وفي نفس الوقت متماسكه وشاربه الشربات وناجحه معاكي من اول مره. احلى واوفر وانضف بكتير من اللي بتشتريها من بره. ما شاء الله، الصوره خير دليل. شايفه دايبه دوب ازاي؟ وفي نفس الوقت القطعه بقطعتها. ولكن انا كمان مقطعاه وهي دافيه، المفروض تسيبيها كمان لما تبرد تماما. ما شاء الله، ناجحه وجميله جدا، واوفر واحسن بكتير جدا جدا. شايفه الجمال؟ مفيش بعد كده. يلا نشوف الفيديو على طول، بس قبل حابه افكركم لايك وشير وكومنت حلو منكم كده، ومتابعه كمان للقناه. ولو اول مره بتشوفوا قناتي، يا ريت تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار بيه ان شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقتنا. اول حاجه هنسمي الله ونبدا نجيب السميد بتاعنا. السميد بقى لما تجيبيه من عند العطار يا ست الكل هاتيه وسط، لا خشن ولا ناعم. ليه؟ لان الناعم بيطلع معاكي مكتومه وناشفه، والسميد الخشن بيطلع معاكي مفروله ومش متماسكه. فهاتي كده السميد اللي هو وسط، لا خشن قوي ولا ناعم قوي. هنبدا نحط عليه 3 4 معالق من جوز الهند، وده اختياري لو حابه تحطيه، ورشه بسيطه من الملح، ورشه بسيطه من البيكنج باودر. احنا ما بنحطش بيكنج باودر في البسبوسه، ولكن حطيت حاجه بسيطه عشان تطلع معاكي كده مفتحه. احنا مش بنعمل كيك، احنا بنعمل بسبوسه. ما تحطيش بيكنج باودر كتير. المعلقه اللي انا وريتها لك في اول فيديو دي تمن، فانا حاطه مساحه بس. تمام. حطينا كوبايه الا ربع من السمنه. السمنه بدرجه حراره المطبخ، اوعك تحطيها سخنه. في الوقت ده تقدري تبسي كويس قوي في البسبوسه كده براحتك خالص. تبسيها كده زي الرمله المبلوله بالظبط. شايفه؟ اوعك تحطي السمنه سخنه، حطيها بدرجه حراره المطبخ. تمام. لو لقيتيها سخنه سيبيها لما تبرد، وتبداي بقى تبسي براحتك خالص زي الرمله المبلوله كده. شايفه؟ هنبدا بقى نركنها على جنب، وتعالي نجيب كسرولة وننزل بكوبايه الا ربع من السكر، وعليهم كوبايه الا ربع من اللبن الحليب. 150 جرام سكر و150 جرام لبن حليب. نبدأ ننزل عليهم ب100 جرام من العسل الكلوكوز، بما يعادل معلقتين كبار بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهنبدأ ندوبهم على النار. تمام. اوعك تسخنيها، انا يا دوبك هدوبها بس، السكر يدوب والعسل الجلوكوز يدوب بالشكل ده. لو سخنة البسبوسة هتنشف معاكي، خلي بالك. هنبدأ نسيبها لما تبرد. لو لقيتيها سخنة يعني صباعك كده تستحمل، لو حطيتيها سخنة البسبوسة تنشف منك. خدي بالك من بعض الملاحظات دي. هنبدأ نسيبها لما تبرد خالص، ونبدأ نحطها على البسبوسة ونقلب. وفي الوقت ده ما تقلبيش كتير عشان ما تفعليش مادة الجلوتين اللي بيبقى في البسبوسة، فتيجي تشرب، مش هتشرب الشربات منك لو انت قعدت قلبتي كتير. يا دوبك بس نشرب كده اللبن والسكر في قلب البسبوسة. نبدأ بقى نجيب الصينية، والصينية دي مقاس 28، وندهنها دهنة بسيطة من السمنة. وطبعا السمنة بتديها لون حلو قوي قوي في الأرضية بتاعة البسبوسة كده. تمام. هنبدأ ننزل بالبسبوسة بتاعتنا كده في قلب الصينية، ونبدأ نفردها بالشكل ده ونخبطها خبطتين كده على الرخامة عشان تتساوى. لما تتساوى بقى في الوقت ده كده تقدري بقى ايه نقسمها كده بالسكينة زي ما انت هتشوفي كده. سويها بقى بايدك، سويها بقى بالسباتولا، المهم تسويها كويس قوي وبطخ خبطتين كده عشان السطح كده يبقى مساوي. نبدا نجيب السكينه بقى ونبدا نعمل لها كده مربعات سمبوكسات زي ما انت عايزه. ليه بقى؟ عشان لما نيجي تحطي المكسرات تقدري تحددي القطعه، وفي نفس الوقت بتدي لون حلو قوي قوي من جوه كده لما تيجي تستوي. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، ونشغل من تحت بس، ولما تاخد لون من الجناب نبدأ نشغل الشواية من فوق الوش. خدي بالك من التسوية دي، ونكون وقت والتاني ديار الصينية عشان تطلع لونها كده موحد. بالنسبة للمكسرات، حابة تسيبيها سادة تمام، حابة بقى تحط لها كده فول سوداني، بندق، ايه المكسرات المتاحة عندك زي ما انت عايزة. انا حطيت لها كده يعني سوداني كده بالشكل ده اهي.
ما شاء الله جميلة جدا وأوفر وأرخص كمان من اللي بره، وكفاية نظافتها وحاجة كده في منتهى الجمال. تابع التعليمات اللي أنا قلتها لك في أول الفيديو عشان تطلعي أستاذة في عمل البسبوسة. هدخلها بقى الفرن، هتقعد قد إيه؟ هتقعد بالظبط، قعدت معايا حوالي من 25 دقيقة لحوالي 30 دقيقة على درجة حرارة 180. من وقت للتاني بدير الصينية. تعالي الشربات كوباية ونص من السكر، عليهم كوبايتين من مية، عصرة ليمونة، ويا دوبك سخنتها 5 دقايق، ما كترتش يعني، غلوتين 3 كده. واول ما غلت حوالي 3 4 غلوات كده بالشكل ده، حطيت لها معلقه سمنه بلدي، بتدي تست حلو جدا جدا للبسبوسه. طلعنا البسبوسه وهي سخنه والشربات بقى سخن، نبدا نحطها بقى على البسبوسه. ما شاء الله، شايفة هتاخد كل كمية الشربات. اوعى تحطها باردة، لو حطيت الشربات بارد البسبوسة هتطلع معاكي ناشفة ومش دايبة. الصح ان تكون سخنة وخفيفة، الشربات يكون البسبوسة سخن وخفيف، ده الصح بتاع البسبوسة. شايفة بتشرب الشربات ازاي؟ كده طريقتك تكون ناجحة ناجحة وصح. هنغطيها بقى بعديها بقى، بعد يعني نغطيها بأي غطا 10 دقايق. تمام اهي. وبعد ال10 دقايق نبدأ نشيل الغطا، ما تكتريش عن 10 دقايق عشان بس متعرقش معاكي. والمفروض اسيبها تهدى خالص، ولكن انا قطعتها وهي دافية عشان اوريها لك. ما شاء الله اللهم بارك، شكلها ولونها حاجة كده قمر. القطعة بقطعتها لا مفرولة ولا حاجة، وريحتها وطعمها بجد جميلة جدا. شايفين يا بنات؟ احلى بسبوسه باذن الله، بسبوسه ناجحه مليون في الميه. جربيها والتزمي بالتعليمات وكل التفاصيل اللي انا قلتها لك، استحاله تنشف منك وهتكوني استاذه فيها. شايفه القطعه بقطعتها ازاي؟ هنقطع كمان حته كده، معلش المقطع ده انحذف مني وانا بقطعها في اول الفيديو. القطعة بقطعتها وطرية ومرملة، وفي نفس الوقت القطعة متماسكة وشاربة كمان الشربات. أوفر وأنضف بكتير والله من اللي بره. اعمليها بالطريقة ديت وأنا واثقة إنها تعجبك وهتدعيلي. شايفة الأرضية جميلة إزاي؟ وحاجة كده في منتهى الجمال. ويا سلام لو سبتيه. البسبوسة كمان يا بنات من الحلويات الشرقية، لما بتسيبها لتاني يوم بتكون أحلى وأحلى، ولكن أنا قطعتها وهي دافية عشان بس الفيديو، وعشان أوريها لكم كمان من حلاوتها وطعمها وريحتها اللي تجنن. اعملوها بالطريقة دي، وانا مستنية تعليقاتكم اللي دايما دايما بتفرحني. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ ما تنسوش بقى تحطوا لايك وكومنت حلو منكم كده. ولأول مرة بتشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان لما انزل اي فيديو جديد يجيلك اشعار بيه ان شاء الله. وزي ما احنا متعودين دايما في كل فيديوهاتنا بنكتب المقادير بالجرام والكوباية عشان تطلعي اشطر واحسن واحدة تعمل بسبوسة كمان. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.